الجميع راح ندير لكم اليوم وصفة سهلة وسريعة، وصفة الشامباتي. أول مرة راح ندير لكم اليوم في القناة. راح نكيلو بمكيال هذا الكاس اللي عندي شفتوه. عندي درت 2 كيسان فرينة، مغرفة خميرة ومغرفة سكر كبيرة. ندير رشة على حسب الرغبة، ندير مغرفة صغيرة خميرة كيميائية. وعندي 2 مغارف كبار. تقدري تستبدلي بكيلة بكيلة، ديري كيلة سميد وكيلة من الفرينة، أو كيلو ونص من السميد والفرينة. راح نلم العجينة تاعي، راح نلمها بالماء الدافي حتى نتحصل على عجينة تكون نوعا ما تكون طرية. هنا بعد ما عجينتها ولات لي تشوفوها ولات لي طرية، راح ندخل هذيك 2 مغارف كبار من الزيت. لازم ندخلها مليح في العجينة، كيما هكا. راح ندخلها مليح حتى تشرب هذيك الزيت الفرينة تاعي. ومن بعد نخليها تضاعف الحجم تاعها، نخليها تزيد تخمر تقريبا 25 دقيقة. هيك تشوفيها خلاص خمرت، راح نغطيها وراح نبدا نقرص هذيك الخبيزات تاعنا. هاهي تفاعلت معايا خميرة. راح ندهن يدي من الزيت، ندهنها. راح نقرص. لازم تكون القرصة تاعي القريصة تاعي لازم تكون كبيرة شوي. راح ندهن كيما هكا. لازم تكون كيما قلت لكم لازم تكون كبيرة شوي. هذه الكمية 2 كيسان خرجت لي 7 حبات كبيرة و2 حبات صغيرة درتهم الأولاد الصغار، ونخليهم يتفاعلوا شوي العجينة تاعي. فيما تفاعلت معي العجينة نعاود نفتحها بالزيت كيما هكا. نفتحها ونخلها بعد ما نفتحها لازم نفتح كل 3 أو 4 حبات، خلهم يتفاعلوا شوية. البرخان يتفاعلوا، ذيك الخميرة تاعي تتفاعل. راح نهزها ونحطها في المقلة تاعي أو الطاجين. ما نشوفها ملي راهي طابت من أسفل القليل راح نقلبها يمين وشمال حتى لازم تكون على نار متوسطة باش تطيب معايا. هنا بعد ما طابوا هذه الخبيزات تاع الشامباتي لازم تفتحيها، فما تخليهاش تبرد. لازم كل ما طيبي 2 3 تفتحيهم بالموس او السكين والمنشار. نروحوا للحشوة تاعنا. عندي حبة بصلة صغيرة قطعتها، وعندي كمشة من الدبشة قطعتهم حتى هما. عندي بطاطو الحجم تاعها كبير خليتها بالزيت تاعها. عندي هنايا مايونيز وهريسة مخلطين مع بعضهم. عندي هنايا الفرماج على نوعين، استعملت تاع الباطا. درت 5 حبات بيض إلى 7 حبات بيض. أنا درت 5 ومن بعد زدت 2. وعندي فرماج ساندويتش، وعندي الفرماج عادي تقدري تستعملي الفرماج المبشور. وعندي هني السلطة المشوية لازم ضروري في الوصفة هذه، وإذا ما تحبيه تقدري تستغني عنيها. راح نكسر هذيك الحبيبات تاع البيض كيما تشوفوا معايا. راح نكسرهم كامل ونضيف لهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، ونمزج الخليط مع بعضهم مليح حتى نتحصل تدخل هذيك البيض والدبشة. ها هنا درت الملح وفلفل الكحل، خلطهم جيدا حتى نخش المزيج كامل مع بعضهم. هنا نجيب الطاجين تاعي تكوني سخنتيه ودهنتيه بشوية من الزيت باش ما يتلصقش معاك. نهز بالمغرف ندير حسب الدائرة تاعت الخبزة كيما هكا. لازم تكون مغرف. نشكلها على شكل دائرة.
كي نشوفها نشفت من الفوق وطابت من الأسفل، نحاول نقلب هذيك الفطائر تاعت البيض كيما هكا. نشوفها نشفت من الفوق نقلبها. راح نزيد معاكم حبة أخرى. كيما هكا نزيد نعاود حبة ثانية ونخليها تنشف من الأسفل والفوق. كي نشوفها نشفت راح نقلبها ونتحصل على فطائر من البيض حسب الحبات اللي درتهم. كيما هكا نقلبهم. نروحوا للحشو تاعنا، راح نحشيهم. راح نفتحها بهذه الطريقة، لازم نفتحها شي كامل. اذا تحبي تفتحيها كامل راح ندير طبقة مغرفة كبيرة من المايونيز والهريسة مع بعضهم. راح نسوي الوجه كامل ونجيب هذيك الفطائر تاع البيض ندير لها طبقة واحدة هاي حسب الحجم من الفطائر، ونزيد كمية من الضو. راح نوزع كامل الأطراف على هذيك حبيبات تاع الثوم. هني وزعت. راح ندير الجهة الثانية راح ندير لها شوية من الجبن العادي، تقدر ديري مثلثات أو الفرماج المتوفر عندك. ندير شوية من هذيك السلطة المشوية، لازم تكون حارة، أو تستعملي الهريسة. أنا بعد ما كملت درت واحدة تاع ساندويتش، فرماج ساندويتش، وراح نديرهم مع بعضهم ونعاود نسخنهم نطيبهم في الطاجين فيما ذاب معايا هذاك الفرماج. شوفوا هكا جت معايا، جت طعمها ولا أروع، جت طعمها خيالي. إن شاء الله تعجبكم هذه الطريقة والفكرة. شامباتي أروع ما يكون. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة والطريقة. معي نقول لكم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة، وصحة فطوركم إن شاء الله.